اللي انتوا عاملينه في زينة ده يا جماعة حرام. ما يرضيش حد. ولا احمد عز. ازيكم يا شباب، سنة وانتم طيبين. انا بتفرج على مسلسل العتاولة او ملوك الجدعنة، الاتنين واحد. نفس المخرج. اكتر من نفس المخرج هو نفس المنتج. ام بي سي مصر. يعني واضح. صادق انور الصباح، مسلسل صادق شعبي انور. شعبي بقى، محمد رمضان، اه. عمرو سعد، احمد السقا. هنعمل بس حاجه شعبيه كده، ايه الناس تتفرج عليها على القهوه. هات لي شبحين على اغنية على مهرجان على على ست حلوه ستات جدا كتير. كتير، لبسهم ستات محزق. كتير. اه، نجح. خلطه مضمونه. طبعا هو المسلسل من بطولة أحمد السقا، أكتر ممثل أنا بحبه. سامحني بقى أنا هعمله، وطارق لطفي، باسم السمرة، فريدة سيف النصر، وزينة. بس هبدأ من اسم المخرج ومن اسم المنتج، فأنت عارف أنت داخل على إيه بالظبط. الحدوتة الشعبية الكوميدية اللي فيها أكشن، اللي فيها اتنين بيبدأوا علاقتهم زي الإخوات. المرة دي هم إخوات عشان التجديد، بتدخل بينهم الواحدة فبتفرق بينهم، فبيفترقوا ويلعنوا في بعض لحد آخر حلقة فيرجعوا يتصالحوا. الواحده دي هو ده زينه، اللي صح؟ هيحصل. المسلسل ملوك الجدعنه والعتاوله بيعتمد على كاريزما البطلين بتوعهم والعلاقه الحلوه اللي ما بينهم. هو فعلا العلاقه يعني هم الاثنين على الشاشه فعلا في بينهم كيمياء، بس دي مش كل حاجه. وباسم سمرة ما بيطلع معاهم بيبقى لذيذ. فريدة سيف النصر جميلة جدا، صاحبة أحلى إفيه في رمضان. بس ده مش كل حاجة. يعني فين القصة وفين المنطقية؟ فين؟ طيب احنا ما بنطلعش ليه قدام؟ الشخصية عملت حاجة والموضوع إيه؟ نمنا عليه، الشرطة نايمة عليه، وصاحب الحق نايم عليه، واللي عمل الحاجة نايم عليه، ومحدش بيعمل أي حاجة. إمتى هتمسكوا في بعض؟ أما أنا جاي هنا ليه؟ ما بص، برضو 30 حلقه بقى، ربنا معانا يا عم. ربنا معاك بقى. ربنا معاهم. انت مش هتكمل. انا لو هكمل عشان بحب السقا، اه. بس مش يعني فاهم. كل يومين كده هتلاقيني داخل ابص الدنيا على ايه، بس كده. بس في حاجه عايز اقولها. امم جماعه انتوا عاملين في زينه ليه كده؟ عاملين في وهي ليه زينه. سامحه لكم؟ ايه اللبس ده انتوا ملبسين عليه كده؟ وهي ازاي سابت المكير يلبسها ليه؟ ايه اللبس ده بجد؟ يمكن عشان بقى ليه؟ شعبيه مبهدله بقى وكده. لا ده مش لبس شعبي، ده لبس كوميدي، ده لبس نمره في سيرك. اللي نهى عابدين لابساه ده اللبس الشعبي، اللي ياسمين رئيس كانت لابساه في ملوك الجدعنه ده اللبس الشعبي. اللي انتوا عاملينه في زينه ده يا جماعه حرام. ما يرضيش حد. ولا احمد عز. انت بقى مسلسل مش عاجبك، انا هكلمك على المسلسل اللي انا شايفه هو المسلسل الافضل في رمضان السنه دي. هو مسلسل صلة رحم، مم. المسلسل الجديد لإياد نصار وأسماء أبو اليزيد ويسرا اللوزي. تأليف محمد هشام عبية، ومؤلف شاطر جدا، كفاية إنه عمل في كل أسبوع يوم جمعة. وإخراج مم. تامر النادي، ده تالت عملية إخراج لي. هو أخرج مسلسل المتهمة لدرة، ما اتفرجتش عليه. أخرج مسلسل مذكرات زوج السنة اللي فاتت لطارق لطفي وعائشة بن أحمد كسوات، ما اتفرجتش عليه برضه. أنا كنت أجازة بقالي يومين، خلصت 9 حلقات في يومين، وأنت عارف طبعا. 9 حلقات. خلصتهم في يومين، مش ده طبيعي، انا بتفرج كل يوم على حلقه. هو اللي عمله بكل بساطه، هو حط اساس في الحلقه الاولى. انا مش هحرق اي حاجه، مش هحرق حتى غير ان بلوت. احنا بنتكلم عن اياد نصار، طبيب تخدير ومتزوج من دكتوره نفسيه اللي هي يسرا اللوزي، لكن العلاقه اللي ما بينهم دائما في شد وجذب. ونشوف ايه مم. علاقه اسم المسلسل اللي هو صله رحم بالعلاقه اللي ما بين يسرا اللوزي واياد نصار. واحنا مم. قدامنا في المسلسل كانه ماشي في طريقين، سكه ليه علاقه باياد نصار، وسكه ليه علاقه ببطله اخرى هي اسماء ابو اليزيد، وقصه اخرى. وما بتعرفش ازاي القصتين دول هل اصلا هيتشابكوا ولا مش هيتشابكوا. اول 4 حلقات، اول 5 حلقات كان بيفرش للنقطه اللي احنا هنوصل لها دي. رائع. مم. كومنتاتي يعني مش هقولها دلوقتي، ممكن نتكلم عنها في فينالي. لكن هو انا بتكلم عن اه. المسلسل ده عشان بقول يا جماعه، اللي عنده قدره ان هو يتفرج على صله رحم، مش كده بقول لك انت هتسيب العتاوله، لا، في مسلسل تاني يستحق المشاهده، صله رحم. وطلع عندي، انا كنت لسه كاتب على تويتر من شويه، هو افضل اداء السنه دي اسماء ابو اليزيد. رائعه 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 رائعه، واخده دورها، واخده مساحتها، وبتعبر بلغه جسدها، بعينيها، بالعذرات، الخوف او الرعب تحس ان هي ايه يعني، لما بتستنى حد يقول لها كلمه طيبه عينيها بتتكلم، يخرب بيت عينيها. اياد نصار بقاله فتره طويله فقد البوصله، لا مم. راجع. اياد نصار كويس، يسرا اللوزي ممثله كويسه، لكن كانت على طول مدخله نفسها في حته بقى جميله والمداح وحاجات كده. انا عندي سؤال. هو المسلسل واخد الطابع النفسي ولا واخد جاد. الطابع البوليسي؟ جاد. ليس نفسي ولا بوليسي، مسلسل درامي امم. جاد. هو درامي جاد، بيتكلم عن قصة حياة زوجين، والزوجين دول امم. هيدخلوا في بعض المعضلات الأخلاقية وبعض المعضلات الدينية. وتناول المسلسل للمعضلة الأخلاقية وتناول المسلسل للمعضلة الدينية تناول محترم. فانا مبسوط جدا بصله رحم. مش عايز اتكلم عنه بحرق قوي، غير ان في الفناني هنتكلم عنه بقى بمناقشه زي ما بنعمل في كل حلقاتنا. لكن ده رساله بس ليكم، ان هو لو حد عنده قدره ان هو يروح يتفرج على مسلسل صله رحم يتشوفه. وانت اصلا في مشكله يعني، انت اول حلقتين انت مستحيل تتفرج على الحلقه الاولى، مش هتتفرج على الحلقه الثانيه. ودي كانت اخر حلقه عندنا في الاسبوع النهارده. يا رب تكونوا مبسوطين ورمضان كريم عليكم. قولوا لنا رايكم في الكومنتات، ونشوفكم ان هتم. شاء الله الحلقه الجايه. واضح.